ولا تقلقي ولا تقولي يا نهار ابيض دي بقت عجينه، والله ولا بقت عجينه ولا حاجه. في تركيه النهارده دلوقتي اهو احنا هنعملوها مع بعض، وهقول لك ايه هي واحنا شغالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه وعافيه ان شاء الله. طبعا عايزين كالعاده ندعي ان شاء الله كده باذن الله دعوه حلوه لبسند سليمان بالرحمه والمغفره والسلوان، وان ربنا يكرمها برحمته الواسعه ويدخلها ان شاء الله فسيح جناته. وندعي لبناتها بالصبر، وان ربنا يكرمهم ويعوضهم خير ان شاء الله باذن الله، ويكرم امهم ويدخلهم الجنه بامر الله. يلا بينا النهارده ان شاء الله باذن الله نخش على فيديو النهارده. فيديو النهارده بقى جميل كده وطعم وحلو جدا جدا جدا، عسليايه كده من الاخر زيكم بالظبط. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه الموفره بالشوكولاته. خلاص ان شاء الله باذن الله هنعمل اول خطوه. هنجيب الدقيق، هنجيب كوبايتين ونص. انا عامله المعيار ده بالمج ده. خلاص معايره من المج ده كوبايتين ونص. هنا بنفس المعيار ده هعمل منه كمان نص كوب كوبايه كاكاو. خلاص بس عايرنا اهو، جبنا مج تاني اخوه نفس المعيار ده، هو نفس المعيار ده. المج اللي انت هتتعاملي بيه مع اول كوبايه دقيق هو ده اللي هتعملي بيه مقياس الكيك كله، او تورتايه او اي حاجه حلوه انت بتعمليها بنفس المج اللي انت بتعايري بيه. اول حاجه هو ده اللي هتعتمديه في كل حلوياتك. خلاص في كل صنف اساسي اللي انت بتعمليه. هنا عملنا نص كوبايه، عايرنا نص كوبايه كاكاو، ودول كوبايتين ونص دقيق. هنحطهم كده بس، ونعمل ايه ونجيب كمان البيكنج باودر باكت بحاله هنحطه. خلاص نعمل كده نخلص ده. بصوا بقى شايفين الحاجات اللي بتتبقى في اخر الكاكاو والدقيق؟ بصوا حاجات ايه مخرزه اهي، دي لو دخلت في كيكه طبعا بتبوظها. فدي عشان كده احنا بنحلل الدقيق وبنشيل منه الحاجات دي. هنحط رشه الملح بين صوابعنا. خلاص هنقلب بقى كده كله مع بعض كده. ما تنسوش ان احنا دخلنا هنا هوا. خلاص اهو هنقلب بقى كله مع بعض، دقيق والكاكاو والبيكنج باودر وذره الملح. تمام اهو. بس هنسيب كل الكلام الجميل ده على بعض. احنا هنا عملنا ايه؟ دي كده المواد الجافه. خلاص هنخش على المواد السائله. هنجيب 3 بيضات ونحطهم. طبعا احنا متفقين ان احنا هنا ايه؟ المواد الجافه خلصناها مع بعض وركناها. هنيجي هنا للمواد السائله. خلاص هنحط عليهم ايه؟ كوبايه ونص سكر اهو، وهنحط عليهم فانيليا. عندك سائله، عندك اللي هي البودر، اي حاجه، دي ماشيه ودي ماشيه. خلاص هنخلط بقى ايه؟ هنجيب المضرب هنضرب بقى كده كله مع بعضه، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين الفوم بتاعها عالي ازاي؟ ولونها كمان بقى فاتح. بصوا اهو. وبقت كمان ايه؟ تحسي وانت بتشيلي البوله هتلاقيها خفيفه كده. احنا وصلنا للدرجه الصح. هنحط عليها ايه؟ اللبن الرايب، كوبايه الا ربع لبن رايب. هنضرب هنا كده برضو ضرب خفيف، نقلب بس اللبن الرايب معاه. شايفين نعمة ازاي؟ بصوا الجمال. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. هنيجي هنا معايا نص كوباية زيت.
هنحط لها سرسوب كده، ونخلي المضرب شغال زي ما هو. شايفين اهو. حطوا الزيت سرسوب، ما تحطوش مره واحده بس. ونشغل، نعلي السرعه. بس كده خلاص. احنا هنا ايه، خلصنا. عارفين احنا هنا عملنا ايه ولا اقول تاني؟ اقول تاني. نيجي هنا احنا هنا عندنا، بصوا، عندنا المواد الجافه مع بعض اهي، عباره عن ايه؟ قلنا 2 كوبايه، كوبايتين ونص دقيق، ونص كوبايه كاكاو. دي المواد الجافه، عليها باكو بيكنج باودر باكت، وعليها ذره الملح. خلاص، ده كده لوحده. هنيجي هنا للمواد الجافه، حاطين هنا 3 بيضات. المواد السائله. المواد السائله. هنا حاطين ايه بقى؟ 3 بيضات، كوبايه ونص سكر، نص كوبايه زيت، وحاطين فانيليا، وحاطين كمان كي بتاع ده كوبايه الا ربع لبن رايب. تمام. ضربناهم لحد ما وصلناهم للقوام ده. خلاص، شايفين القوام ده عامل ازاي؟ هنشيل بقى كده المضرب ونقول له ايه؟ شكرا. خلاص. طبعا احنا بعد ما عملنا الكيكه، هنا عملنا المواد الجافه، وهنا المواد السايله. هنحط ده على ده تدريجيا كده. خلاص. هنقلب ده كده بالراحه. نفضل نقلب كده بالراحه وناخد، عشان احنا مدخلين هوا هنا وهنا. خلاص، هنقلبهم كده لحد ما ياخد وضع الكيكه صح اهو. في بقى تركايه هنعملوها، دي ما تقلقيش منها خالص. بصي هنا خلاص اهو، دي ايه؟ اختفى. هنحط الباقي. بصوا برضو، ونقلب ده. نقلب كده كله كده مع بعضه. هتقولي لي دي مسكت، هتتفك دلوقتي، وهقول لك هي هتتفك ازاي. بصي عملت ازاي، تحس ان هي تقلت صح، تقلت شويه. احنا معاها برضو. خلاص، ضيعنا كل دي اهو. هناخد ده كمان اللي باقي ده. خلاص، ونقول له شكرا. نقلب ده كله كده مع بعض. هتلاقيها تقلت منك برضو شويه، ولا تقلقي ولا تحطي في دماغك. بصي اهو، ولا تقلقي ولا تقولي يا نهار ابيض دي بقت عجينه. والله ولا بقت عجينه ولا حاجه. في تركايه النهارده دلوقتي اهو، احنا هنعملوها مع بعض، وهقول لك ايه هي واحنا شغالين. بس نضيع الدقيق ده الاول. خلاص اهو، ضيعناه. وقفت خلاص على كده. هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه ميه مغليه. بصوا احنا جبنا ايه؟ ميه مغليه. طبعا انتوا شايفين الدخان ولا مش شايفينه؟ شايفينه صح؟ صح يا يارا، بتطلع دخان. خلاص، هنعمل ايه؟ طبعا انتوا شايفين ان هي، بصوا، جامده اهي، جامده صح؟ اهي بتقلت. خلاص، هنعمل ايه؟ هنجيب الميه المغليه دي ونكب حبه بس كده صغيرين اهو. شايفين الدخان؟ ينفع ميه مغليه على الكيكه؟ ينفع، ولا تقلقي منها ولا هتعمل معاكي اي حاجه. الميه المغليه دي هتديكي طراوه في الكيكه جميله ونعومه، وما تخافيش لا على بيض ولا على دقيق ولا على اي حاجه. هتفك معاكي الدنيا دي كلها، وما تقلقيش منها. هتديكي نعومه، بصي، نعومه وطراوه للكيكه. نديها ميه مغليه لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. وما تستغربوش يا جماعه من الميه المغليه، والله ما هتعمل اي حاجه. المضرب باظ بس. خلاص، نضرب بقى كده وندي في ميه مغليه لحد ايه ما تاخد القوام اللي احنا عايزينه. بس حبه حبه كده بس.
بصي الضرب بيبقى ازاي، اتجاه واحد. وكمان اهي بصي بدات ايه، نعومه دي ولا مش نعومه، عرفتوا؟ ما تقلقيش وهتقولي هتبوظ الكيكه، والله ولا هتبوظ ولا هيجرى لها اي حاجه، بالعكس هتزيد حلاوه، ولا هتعملها. وما تخافيش على البيض وما تخافيش على اي حاجه، بالعكس هتديها طراوه زي ما قلت لك، وهتديها نعومه. انت بتفكي بيها بس كده. انا عايزه اقول لك ان الميه المغليه دي عملوها اكبر الشيفات. يعني انا مش هجيب لكم حاجه مش مصدقه ولا حاجه تقلقوا منها وهتبوظ مننا. لا 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 والله ابدا. انا مش هيرضيني ان كنتوا هتكلفوا التكاليف دي كلها وحاجه تبقى تبوظ، الله لا يقدر يعني. فلا، احنا بنتكلموا كلام موثوق فيه. بصوا الكلام، شايفين الكلام اهو، تتحدث عن نفسها. ايه رايكم؟ كمان احنا عندنا بقه اهي اهو، هنحطه ولا يزعلنا. التجربه ايه قصاد عينك اهي. القوام الكيك اللي العادي اللي احنا عايزينه، مش عايزين حاجه مبالغ فيها، احنا عايزين قوام الكيك اللي احنا عايزينه، يخش علينا القوام اللي احنا عايزينه، تبقى زي العسل وزي الفل اهو. خلاص اهي، بصوا بقت عامله ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه. شايفين الفرق بين الاول ودلوقتي؟ زي الفل وزي العسل. عايزه اقول لكم والله الريحه جميله، ريحه الكاكاو جميله في الكيكه دي. بس كده ايه، خلاص هنبدا بقى نحطها فين، في الصينيه معفره بالدقيق والسمنه، ونحطها كده. نبعد بقى الكلام ده بس. نجيب كده نفض المضرب ده كده، نجيب بقى سباشولا. عايزه اقول لكم السباشولا ديت اللي عملها اختراع، عايز اخد عليها جايزه. بصوا عامله ازاي، بتخلي الحاجه بصراحه احسن من ايديكي، يعني احسن من الايد لما تنزليها بايديكي. لا دي بتلم بصراحه، جميله وانا بحب شغلها جدا. بصوا تخلي الكروانه ما شاء الله عليها، عايزه تتعلق تاني مكانها. بس احنا كده ايه، خلصنا. نعمل بقى ايه الهبده بتاعتنا كده، تخش الفرن على حراره هاديه شويه، يعني حراره مش طبعا مش زي المخبوزات، حراره كده تكون متوسطه وفي الرف الاوسط. احنا هنعمل بقى ايه، كريم جانتيه. الكريم دوت انا جبت باكو، بس بصراحه انا مش عايزه اعمله كله لان انا عايزه وردات بس مش اكتر. احنا هنعمل ايه، ناخده كده بس، مش محتاجين ايه كله. ونحط شويه لبن. احنا مش هنحلي اللبن، احنا مش هنحط سكر على الكريم جانتيه. ليه بقى؟ علشان الكيكه اصلا محليه فيها سكر برضو. فاحنا ايه نعمل ايه، نشيل ده كده بس. الكيكه عندنا مسكره. استنى عشان المضرب، حط الفيشه يا ولاد. خدي بالك ان احنا ما حطيناش اللبن كله، احنا واخدين نص كوبايه لبن، ويكون كمان اللبن ساقع مش لبن عادي، لا لبن ساقع. بصي هو لسه ايه، لسه ما جمدش معانا، بصي سايب اهو. فاحنا هنفضل نضرب لحد ما هو ايه، يجمد معانا. شايفين المنظر وصل لايه؟ شايفين؟
بصوا تقل معانا ازاي. معلش بقى انا عامله لكم دوشه بالمضرب، بس انا كنت يعني حابه ان انا اوريه لكم على الطبيعه، ما رضيتش اقفل الكاميرا والله، قلت اوريه لكم هو ايه بيتقل معانا. بس هنشوف كده بقى ايه، نجيب معلقه. بصوا اهو خلاص كده ما شاء الله، وهو جامد كمان اهو. بصوا خلاص كده احنا وصل لل... 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 للوضع اللي احنا ايه عايزينه كده. خلاص ما احناش محتاجين ضرب ولا محتاجين لبن ولا محتاجين حاجه كده، خلاص تمام. نشيل بقى المضرب. بصوا اهي طلعت اهي، هنجربها اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. وهي هشه اهي بصوا، وجميله وطريه وزي العسل اهي. هنزوقوها بقى مع بعض. طبعا احنا عملنا كريم جانتيه وحطيناه فين، في التلاجة. هنعمل بقى صوص الشوكولاته بتاعها. ماشي، هنشيل بقى دي كده تهدى وتبرد. احنا كده بنعمل ايه بقى؟ صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته ده بيتعمل ازاي؟ بنحط كوبايه سكر بودر، مش سكر خشن. سكر خشن مش هيخرز معانا، ده ناعم خلاص. انا شايله منه، انا حبيت بس اقول لكم انا شايله هنا حوالي منه معلقه، هي معلقه او معلقتين شلتهم عشان احنا مش بنحب الحاجه مسكره قوي يعني. خلاص، فانتوا ان بالنسبه لكم عايزين زي يعني عايزين تعملوا كده زي ما انا بعمل، تقللوا السكر براحتكم، عايزين تحطوها كوبايه كامله براحتكم. خلاص، بس عشان يبقى كده ايه المج ده كده. نفس المج ده هعاير منه نص كوبايه كاكاو من اللي احنا واخدينها في وسط الكيكه. خلاص، عايزين نص كوبايه. خلاص اهي نص كوبايه كاكاو هنحطها كده. يبقى ايه المقادير؟ ناقصه حاجه؟ ناقصه ايه؟ ناقصه كوبايه مش هنحط دي كلها، احنا محتاجين نصها بس، هنحط نصها اهي، نص كوبايه اللبن. خلاص، هنحط ايه؟ نص كوبايه زيت برضو. الزيت هيبقى كوبايه، اسفه، هيبقى كوبايه. نفس المج اللي انا بعاير منه بتاع ده الكاكاو، هحط منه زيت، ده المج ده. خلاص، احنا هنا حطينا بقى ايه؟ حطينا نص كوبايه اللبن، نص كوبايه كاكاو، كوبايه سكر بودر، وبرده زي ما قلت لكم انا حشت منه معلقتين عشان احنا مش بنحب الحاجه مسكره، فده اختياري ليكي انت. حطي كوبايه السكر، بتحبي الحاجه مسكره حطي كوبايه بحالها. عاملين زينا كده مش بنحب الحاجه مسكره، يبقى اعملي زي ما انا بعمل كده وتقللي السكر بتاعك شويه. خلاص، نحط بس الفيشه. بص احنا هنضرب كده، لحد بس ايه، احنا كده خلطنا ايه المقادير مع بعض. واحنا بنضرب هنحط الزيت من الفتحه بتاعت الكبه. بيطرطش علينا يا جماعه، اعمله كده عشان ما يطرطش عليا. واحط كده هحط السرسوب كده اهوت من الفتحه بتاعت الكبه دي، بس انا هضير بس الفتحه عشان هيطرطش عليا انا. خلاص، فانا هعمل كده واشغل واضرب، اضغط واضرب وانا بحط سرسوب. خلاص اهو. انت بتضربي، نشوف بس نمسح الزيت اللي وقع ده. هنشيل كده الكبه بس نشوف الخليط وصل لايه. تقل معانا مش هنحط زيت. بص عمل ازاي، مش عايز زيت، هو تقل اصلا معانا. يبقى الزيت ده بنحطوه على حسب ايه الاختياري بتاعنا، يعني وصل للخامه اللي احنا عايزينها.
اهو بص عمل ازاي. هنحط شويه لبن. امسح ايدي بس مطرح الزيت ده. بصوا احنا حطينا نص كوبايه اللبن اللي كانت هنا، حطيناها تاني هنا، وهضرب تاني معاكم ونشوف السمك بتاعه. خلاص. نشوف كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا عامل ازاي. بصوا عامل ازاي اهو. اهو صوص الشوكولاته اهو. خلاص. بس طبعا احنا ايه نقلناها هنا، حطيناها في الصينيه دي عشان انا اللي ايه هسيبها قاعده هنا، عشان انا كان المفروض اجيب الستاند واحط عليه، بس انا ما عنديش الستاند ده. طبعا انتوا عارفين الستاند بتاع التورتات او الجاتوهات والكلام ده، بس انا ما عنديش الستاند ده، فحطيتها في الصينيه دي. وعشان اعرف ايه احط عليها اللبن، اسقيها كده بشويه لبن، واسقيها ايه واحطها لها صوص الشوكولاته. خلاص. معلقتين لبن بس كده يتحطوا عليها، زي كوبايه لبن كده، وحطيها على على الكيكه تسقيها. هتديكي بقى طعم تحفه وخرافه. عمايل ايديا وحياة عينيا. بس كده الحاجه كده اهو. اللبن يبقى ساقع، الكيكه سخنه. الكيكه دافيه، اللبن يبقى سخن نازل من على النار. خلاص. حاجه فيهم ساقعه وحاجه فيهم بارده. تشرب بقى كده اللبن بتاعها. هنحط لها بقى ايه الكريم بتاعها والصوص بتاعها. بس كفايه كده. كفايه كده. بص هي شربت كده ايه اللبن بتاعها كده خلاص. نحط عليها بقى الصوص بتاع الشوكولاته. نحط كده. الصوص بقى نازل، بص سايح ونايح عليها. سايح ونايح حاجه كده. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. دي كيكه الشوكولاته بقى، كل حاجه فيها بالشوكولاته. بص عامله ازاي تحفه. تحفه. ايه رايكم؟ هي شكلها اصلا تحفه اساسا. بص الصوص بقى نازل كده من الجناب يا جماعه. الله عليه. الله الله. كفايه كده. هنعمل بقى ايه؟ نجيب بقى الكريم جانتيه اللي احنا عملناه، عبيناه في الكيس بتاعه. خلاص عبيناه. وهنعمل كده.
دي كده بص اتزحلقت شويه مع الشوكولاته، عشان طبعا هي سايحه ونايحه. خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب بقى عندنا كده وحدتين كريز نحطه كده كده كده. عندك كريز حطي، ما عندكيش ولا يشغلك. خلاص وردات كده جميله وزي الفل. ما عنديش يا ساره كريم جانتيه ما عنديش الامكانيات ديت، اعمليها بصوص شوكولاته كده وخلاص. ما عندكيش صوص برضو الشوكولاته، اعمليها كيكه كده بالشوكولاته اللي هي اساسا احنا عاملينها كيكه وسيبيها. مش يعني هي مش هتقف او حتى تتأزم وتقولي ايه انا ما عنديش الامكانيات. ما عندكيش اعملي كده زي ما انا بقول لك كيكه بالشوكولاته بدون الزواق اللي احنا عاملينه ده كله. خلاص هو مش هيشغلك انت في حاجه. بس خلاص دي التورتيه، دي الكيكه مش تورتيه، بس هي شكلها عاطط على تورته. بصوا بصوا عشان هي الايه خلاص. ده كان التورتيه الكيكه بتاعت النهارده، هي مش تورتيه. عايزين بقى ايه نقطعوها ان شاء الله كده مع بعض الاول. بصوا المنظر تحفه ازاي. بصوا حاجه كده تستاهل بقكم. بصوا احنا هنا خلاص كده خلصنا وقدمناها وهي زي الفل. عايزه اقول لكم طعمها تحفه وخرافه وزي العسل، والله العظيم زي العسل. جربوها كده بنفس التكنيك هتطلع معاكم كيكايه تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. من شويه مقادير ودقيق وثلاث بيضات. بصوا عملنا ايه؟ عملنا بسم الله ما شاء الله. انت عارفه القطعه زي دي لما تجيبيها من بره مش اقل من 75 جنيه 80 جنيه قطعه زي دي. قطعه ده انت كمان، ده احنا كمان رخيصه كمان. ممكن كمان تاخد لها كمان 150 جنيه ده لو انت قاعده في كافيه يعني. خلاص حاجه انت عملتيها في البيت ما كلفتكيش ال 150 جنيه. بألف هنا وألف شفا وصحة وألف وعافية على بدنكم وعلى بدن كل اللي يدوق وكل اللي ياكل. ده كان فيديو النهارده، فيديو كيكه كده خفيفه بالشوكولاته. صحة وألف عافية على بدنكم. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم بإذن الله فيديو جديد، وأشوفكم إن شاء الله على خير. دمتم في رعاية الله.